ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. معاكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل مع بعض شغل. والله دي عينه شغل جايالي، اول مره اشتغل بالمنتج ده. هقول لكم رايي فيه بصراحه، وانتوا هتشوفوا بنفسكم وهتحكموا ان كانت الحاجه كويسه ولا لا. ان كان السبونج او الكريمه او الفانيليا او البيكنج باودر. دي الاربع حاجات اللي جات لي. طبعا محسن هما مش ما عندهمش محسن، فانا هشتغل بمحسن بونو المتحده. معانا 4 بيضات. اهم حاجه طبعا يكون حجم البيض كبير ويكون ساقع من التلاجة. انا بشتغل بالطريقه دي. السبونج ده فانيليا، مش سبونج ما عندهمش تقريبا سبونج شوكولاته، فاحنا هنعمل سبونج فانيليا ونعمل سبونج شوكولاته هنحط عليه كاكاو. انا هعاير لكم كده 350 جرام. انا يعني ايه، قلت كده قدامكم اشوف بالكوبايه قد ايه. انا بصوا حطيت كوبايتين ونص، فهم تقريبا ال 350، وشلت 150 جرام كده على جنب عشان نشوف ال 350 دول هيطلعوا لنا ارتفاع قد ايه. دي معلقه بيكنج باودر، وهحط عليهم معلقه من رشه فانيليا. يعني مش هحط معلقه، رشه فانيليا كده صغننه زي ما انتم شايفين. والفانيليا بتاعتهم بصراحه ريحتها كويسه، بس هي باودر مش سايله. وهحط معلقه من المحسن. تمام، وزن المعلقه تقريبا 35 جرام زي ما انتم شايفين كده اهو. وهبتدي احط قد ايه ميه بقى. 75 جرام من الميه، يعني النص كوبايه بتبقى 100 جرام. انا حطيت اقل من نص كوبايه، حوالي معلقتين 3. بصوا اهو، برضو هجيب لكم الميه كده قدامكم. بصوا انا حطيت النص كوبايه، شلت منها شويه. تمام، انا هوريكم بقى. هضرب كده على اعلى سرعه. اول حاجه طبعا حطيت المكونات كلها وضربتها على سرعه هاديه، وبعد كده ضربت على اعلى سرعه. خدت معايا تقريبا من 3 دقايق ل 4 دقايق. تمام، ضرب. انا ليه حبيت اطول في الضرب؟ علشان اصلا الاسبونشات معروف ان هي لما بتضرب كتير بتفك وتسيل، يعني انتوا طبعا عارفين الكلام ده. فانا حبيت اطول شويه في الضرب، عشان اشوف بس المكونات هتعمل ايه معايا لو ضربتها زياده، او وانا بشتغل كده ما خدتش بالي يا ترى هيحصل ايه. انا ظبطت الكادر على 20، وهعمل لكم التورتيه مقاس 20. هنعمل فانيليا وهنعمل شوكولاته. ضربتهم كده، يعني المفروض ان انا في العادي بضرب 3 دقايق، المره دي ضربت 4 دقايق علشان اعرف زي ما بقول لكم كده الدنيا هتبقى فيها ايه. شغلت الفرن بتاعتي على درجه حراره 180. حطيت السبونج في الرف اللي في النص. و يعني لازم اشغل الفرن. لازم الاسبونج يدخل على نار عاليه، مش على نار سخنه كده عاديه. لا، لازم الاسبونج يبقى الفرن سخنه من قبلها، علشان اتاكد ان الاسبونج تمام، هيطلع معايا تمام. ما يعني احط طبق واحط فيه ميه، واول ما يوصل لدرجه الغليان يبقى كده الفرن بتاعتي سخنت. انا كده بصوا زي ما انتم شايفين. بصوا المكونات ما شاء الله تقيله، ما يعني ما فكش مني ولا حاجه من الضرب اهو. هقلب بس كل المكونات عشان اجيب اللي في القاع، لان في القاع ساعات العجان ما بيوصلش لاخر القاع كده، فبيبقى فيه بواقي رواسب كده. لازم تتقلب كويس عشان ما يعمليش فراغات ولا يعمل لي اي حاجه تضايقني. حطيت الكميه كلها، وهوريكم بعد ما اتخبزت هتطلع معايا كام طبقه. انا هقطع على منشار 9 مش 8. انا عايزه الطبقات تبقى الشغل ده انا هعمله عروض. عايزه اعرف برضو هيجازي معايا لو عرضت ولا لا. بصوا اهو كده. انا لغايه دلوقتي حطيت 350 جرام من اسبونج فانيليا. هجيب بقى اللي هي الدويل ده، او عصايه او اي حاجه عندك، وابتدي قلبي كده طلعي كل الفراغات الموضوع ده. بصوا انا حاولت اقلبها كده معاكم، بس طبعا خفت لحسن تتحرك بصراحه معايا من الكادر. فهوريها لكم في الشوكولاته. انا قلت اجرب كده اشوف لو قلبت السبونج هينزل مني ولا لا، فلقيته ما نزلش. بس هوريها لكم برضو الكميه التانية. برضو عملت نفس القصه كده. حطيت 350 جرام، وحطيت معاهم برضو 4 بيضات. حجم البيض يكون كبير اهو. دي بيضه 2 3، ودي الرابعه. وهحط معاهم برضو البيكنج باودر والفانيليا. الفانيليا اللي عندهم مش سايله، فانيليا باودر. تمام، وحطيت المحسن. وهحط برضو اللي هي اللي اقل من نص كوبايه. يعني حطيت ازيد من الربع واقل من النص، يعني شيلي منهم 3 معالق على الميزان 75 جرام. هضرب الكميه كلها كده برضو في العجان اهو زي ما انتم شايفين. هضربهم على اعلى سرعه لحد ما القوام يرتفع معايا. وبرضو هزود في الضرب شويه اهو. بصوا انا بس عدلت لكم الكاميرا كده. حطيت معلقه من الكاكاو. معلقه الكاكاو اللي بشتغل بيه كاكاو اسباني خام، بس انا مش عارفه ليه الكاكاو بقاله فتره بيجيلي لونه فاتح. يعني انا
هو الكاكاو جاي غامق عادي، بس اجي اشتغل بيه بنفس الكميه اللي كنت بشتغل بيها قبل كده، احس ان هو فاتح مش مديني الغمقان بتاع الاول. مش قادره افهم ايه القصه دي، انتوا بتعانوا منها برضو ولا لا؟ بصوا اهو هنزل كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هوريكم بقى السبونج ده والسبونج ده بصوا انا حاولت اقلبه كده ما بينزلش الا لما انا انزله، يعني فاهمين؟ مش سايل ولا حاجه. بصوا هحط الكميه كلها وهبتدي برضو افرده الاول كده، بفرده كده وبعد كده ببتدي بالدويل ابتدي اطلع كل الفراغات عشان الاسبونج يطلع معايا كويس. التقليبه دي بص كل ما تقلبيها اكتر كل ما ميبقاش فيه فراغات في الاسبونج اكتر. بص هلم بس كده الحاجات اللي على الجنب دي عشان ما تتحرقش مني، لان ايه طبعا انتوا عارفين الاسبونجات هتطول شويه. فالاول حاجه الاحرف دي اللي هتطلع معايا محروقه. بصوا ده كده اول اسبونج. هشيل بس الايه الورقه اللي في القاع دي اهو، وهبتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين كده نضفته كده كويس. بطلع بقى اي حاجه كده لازقه من تحت عشان الدنيا تبقى معايا تمام اهو. هبتدي اسلكه بقى كده زي ما انتم شايفين من الكادر. والله 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 كل اللي انا عملته معاكم يعني خطوه بخطوه اهو. ده الارتفاع اللي طلع لي من الاسبونج. هبتدي اجيب المنشار واقطعه معاكم. انا هقطعه على 8 على منشار 9 مش 8 9. لو انت بقى عايزه تعملي تورت مرتفعه تقدري تعمليه على منشار 8. بصوا دي اول طبقه اوريكم اهو. بصوا الطبقه الاولى انا بس بشيل اي فتفته كده من الاسبونج. بصي الطبقه التانية اهو، الطبقه التالتة والطبقه الرابعه والطبقه الخامسه. هشيل بس الوش بتاعها كده. بص حتى الاسبونج يعني ايه، حاسه ان هو مش طالع بوش كتير قوي زي كنت بجيب كواليتي بصراحه بيطلع لي وش كتير. فمش عارفه ده بقى انا مسويه قوي، فتحسوا ان الفرن خلت الاسبونج ما بقاش فيه وش مثلا، ولا ده ايه. هوريكم برضو الاسبونج التاني. دول اول 5 طبقات طلعوا لي من الفانيليا. ده الاسبونج التاني. انا عايزه بقى اقول لكم كاكاو مش عارفه ايه مشكلته معايا. بصوا انا سلكته كده من الكادر اهو، وهلم برضو الفرفته وهبتدي اقطعه كده معاكم على منشار 9 مش منشار 8. متهيألي لو كنت قطعته على منشار 8 كان طلع لي 4 طبقات حلوين. بصوا ده بقى بصوا طلع وش شويه عشان خاطر ايه، حاسه ان التسويه بتاعته كانت ايه مش زي التاني. انتوا برضو ايه قولوا رايكم. بصوا ده طلع لي 6 على المنشار رقم 9. حطيت بقى كوبايتين من الميه المتلجين وعليهم كوبايتين دول اي كوبايات بقى معياريه، اي كوبايات عاديه. المهم ان انت هتحطي الكريمه ضعف كميه هتحطي الميه ضعف كميه الكريمه. ده انا بعمل كده في الكريمه اللي بجيبها. هشوف بقى الكريمه دي هتبقى عامله معايا ايه. ادي الكريمه اهو، حطيت كوبايه وحطيت عليهم كوبايتين من الميه المتلجين وحطيت عليهم 50 جرام من السكر. تمام، يعني ال 50 جرام من السكر حطيت عليهم كوبايتين من الميه المتلجين وحطيت عليهم كوبايه من الكريمه. انا ما رضيتش اقول لكم وزن قد ايه علشان هي بعتالي نص كيلو كريمه ربع كيلو كريمه، لا ربع كيلو كريمه، وبعتالي كيلو من الاسبونج. ربع كيلو كريمه انا هشتغل بيها قدامكم. بصوا انا ضربتها على كميه الميه دي. وعايزه اقول لكم ان الباودر بيبقى السائل، الميه بتبقى اتقل من الباودر. يعني المفروض ان انا لو حطيت الكوبايه المعياريه دي 125 جرام هتبقى في الميه 250. يعني فاهمين الميه ضعف. بصوا اهو، بصوا دي الكريمه اللي طلعت لي اهو، السمك بتاعها والتقل بتاعها. طبعا كل ده لسه ما دقتهاش بصراحه وما اقدرش احكم الا لما ايه اشتغل وادوق. بصوا الكريمه انا حطيت الكاكاو حسيت ان هو ايه برضو مش فاتح، مش الدرجه اللي انا بحبها فغمقت تاني. قسمت بقى كل السبونشات اللي انا قطعتها دي طبقات 2 علشان انا هعمل عروض. فالعروض لازم نعمل يعني انا بحبها تبقى نص ونص، مش بحب اعمل تورت كامله عشان اللي يجي يسال على العرض طب هي التورتيه من جوه ايه. فانا بحب اعملها نص فانيليا ونص شوكولاته. طبعا بحط طبقه وبحط طبقه وبحط ايه كريمه الفانيليا وبحط الكريمه الشوكولاته. وهبتدي بقى ايه اقفل معاكم وهشوف هتطلع لي قد ايه. طبعا انا قلت لكم واحده طلعت 6 طبقات وواحده طلعت 5 يعني 11 طبقه.
تمام اهو. بص انا عملت اول واحده وهبتدي اعمل التانية. طبعا بظبطهم الاول على الكادر وبعد كده بشيله واحطه بقى ايه في التانية. دي الكريمه انا قسمتها نص نص فانيليا ونص الشوكولاته، وبرده هعمل طبقات زي ما انتم شايفين كده، كل تورتايه 3 طبقات. تمام، هوريكم كده قدامكم خطوه بخطوه، وانتوا برضو ليكوا الحكم في الاخر اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي تاني طبقه، ودي كده دي تالت طبقه. هبتدي برضو زي ما انتم شايفين 3 طبقات احطها وابتدي اعمل التانية. بصراحه القواعد لو كانت مرتفعه كان الموضوع هيفرق، بس انا ما كانش عندي قواعد مرتفعه، وانا كنت بصراحه عايزه يعني اقول لها رايي في الحاجه. حطيت برضو اهي زي ما انتم شايفين، ادي اول طبقه، بلم كده اي حاجه فرفته او اي حاجه. تاني طبقه، طبعا زي ما انتم شايفين انا قسمت كل حاجه طبقتين، يبقى انا كده الثلاث طرق دول خدوا معايا 9 طبقات. جيت اقفل التورتايه الرابعه، لقيت فاضل معايا طبقتين بس اهو. انا بوريكم 3 طبقات، الطرق كلها 3 طبقات عشان الكادر ممكن ما كانش مبين لكم، بس طبعا واحنا بنجلس هتشوفوا. زي ما انتم شايفين كده دول اللي فضلوا. بصوا فضلوا معايا طبعا عشان المفروض كان يطلع طبقه نص طبقه ونص طبقه، بس طبعا علشان الشوكولاته مطلع لي طبقه زياده، فطلع لي نص من دي ونص من دي وطبقه كامله من الشوكولاته. شلتهم بقى اللي هم الزياده، وابتديت اقفل بقى الطرق بتاعتي من الكريمه. انا ضربت كريمه تاني نفس الكميه اللي انا ضربتها دي وعملت بها الطبقات، عملت تاني كميه تاني قدها، وعملت بيها الاسبونشات من بره، التقفيل يعني الكريمه من بره. تمام اهو. هجلس كل الطرق التلاتة، انا عاملهم كلهم شكل واحد مش هغير، يعني انتوا عارفين ده هتطلع عروض، فعشان برضو ما اوجعش دماغي في ان حد يختار شكل ويقول لي الشكل ده لا والشكل ده وانتي بعتي ده لا احنا كنا حابين ده. انتوا عارفين الشغل اللي بيحصل في العروض. انا حبيت اعمل الثلاث طرق شبه بعض. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انا كنت كان عندي سبونج فايض عندي، بس ما رضيتش اقفل بيه، وكان عندي كريمه فايضه ما رضيتش اقفل بيها. انا حبيت اعرف الحاجه اللي هي بعتها لي كطعم وهتعمل قد ايه بالظبط. تمام انا اشتغلت هي كانت بعتها لي كيلو من السبونج، انا اشتغلت 700 جرام فضل 300 بس، ما كانش فاضل لهم كريمه، فما كنتش حابه ان انا اعمل بيهم مثلا حاجه فانتوا تتلخبطوا. تمام فالثلاث طرق دول مش بالكيلو السبونج ده، يعتبر كيلو 700 جرام، يعني كيلو قد ايه اقل من كيلو الا ربع، صح؟ كيلو الا ربع 750. بصوا زي ما انتم شايفين دي كانت اول تورته اهو، قفلتها من تحت كده، وهبتدي اعمل من فوق نفس شكل الوردات. بصوا كان بواقي بس بواقي كريمه، فقلت اقفل بيها من تحت وايه، وعملت بقى ايه، مليت الكيس تاني وعملت بقمع النجمه المفتوح وردات، وابتديت بين كل ورده وورده احط نص من الفراوله بما ان الفراوله موجوده يعني. تمام والتورتيه التالتة هعملها بنفس الشكل. بصوا دي كانت البورد بتاعتها على قد التورتيه بالظبط، فحاولت يعني على قد ما اقدر اظبطها. بصوا عملت برضو كده اهو، وهبتدي احط بقى ايه، عارفين اللي هو الروزيتا من فوق شويه بس عشان تبقى زي اختهم برضو اخواتها عشان ما يزعلوش. تمام قسمت برضو الفراوله كده نصين، وابتديت احط كده ايه كل بين كل روزيتا وروزيتا جزء من الفراوله. تمام بصوا بقى، جبت بقى المقشره بتاعتي دي اللي هي مقشره اهي جايه مع العجان يعني، وحطيت فيها شوكولاته وابتديت اعملها البشره الرفيعه. المقشره دي فيها دي اللي هي عامله زي بتاعه البطاطس الشيبسي عارفينها، عملتها كده تديني بشره كبيره. اللي هي التانية اللي عامله زي بتاعه الجزر دي بتطلع لي بشره رفيعه شويه. انا كنت حابه ان البشره تبقى كبيره شويه، فايه زي ما انتم شايفين كده عشان احطهم في النص. جبتهم كده وحطيتهم في النص. ايه رايكم؟ شغل فاخر من الاخر اهو، عشان تعرفوا بس ان انا مش بستخسر فيكم حاجه، واي معلومات بقولها. المهم ان انتوا بس ما تنسونيش في اللايك. انا هسيب لكم اللوجو بتاع الشركه، وهقول لكم بقى السبونش ده اسمه ايه، اسمه جولدن شيف. انا طبعا كنت فاكراه جولدن باج، هي لما جت كلمتني قالت لي السبونش جولدن باج، قلت لها لا انا ما اتعاملت مع جولدن باج قبل كده ما عجبنيش، قالت لي لا ده جولدن شيف وشركه جديده وان شاء الله تعجبك.
هسيب لكم الرقم بتاع استاذه صفاء، لو حد حابب يتعامل معاها وعندها توصيل. ويا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه.